دعوني أسألكم سؤالاً. هل تعتقدون أن هناك وقتاً في حياتنا لا يمكننا العودة منه؟ هل شعرت يوماً بأنك فقدت كل شيء وأن الأمل قد غاب؟ اليوم سأحدثكم عن قصة فتاة قد تبدو مألوفة لكم. ربما تكون هي نفسها التي تقابلونها كل يوم في الشارع أو في المدرسة أو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن هذه الفتاة التي كانت تعيش حياتها بشكل طبيعي وجدت نفسها فجأة في مواجهة العالم كله بكل مآسيه بأحزانه وبالخيانة التي كانت أقسى من أي شيء تصورت أنه ممكن أن يحدث لها. إنها قصة الألم، ولكن أيضاً قصة الأمل، قصة الخيانة، لكن أيضاً قصة النهوض من الركام. فهل تظن أنك تعرف كيف ستنتهي؟ لا تستعجل، لأن النهاية لن تكون مجرد درس في الحياة، بل هي دعوة لربط الخيوط المفقودة وتجاوز الألم. استمعوا لهذه القصة من البداية للنهاية، لأن كل لحظة فيها تحمل درساً، وكل كلمة قد تغير شيئاً في حياتكم. لا تفوتوا النهاية، فهناك رسالة لكم جميعاً في كل كلمة. من قصة هيا لنستمع للقصة. في زقاق صغير من أزقة حي شعبي، تفوح منه رائحة الخبز الطازج في الصباح، وتسمع فيه ضحكات الأطفال وقت الغروب، عاشت رغد، فتاة في 19 من عمرها. كانت إذا مرت من أمام بيت جيرانهم قالت النساء: هذه البنت ربي يحفظها، مؤدبة وذكية. لم تكن رغد جميلة بشكل خارق، لكنها كانت تملك شيئاً لا يشترى: النقاء. والدها الحاج صالح، رجل في 50 من عمره، قضى عمره بين الخشب والمسامير، يعمل نجاراً بسيطاً، يلبس الجلابية ويضع على رأسه كوفية قديمة، لكن عينيه فيهما دفء قل أن تجده في هذا الزمن. والدتها السيدة أمينة كانت تمثل الجدار الذي استند عليه الجميع في البيت، ربة منزل لا تعرف الراحة، تنهض قبل الفجر لتعد الفطور وتوقظ البنات الثلاث للصلاة والمدرسة. وكانت رغد الكبرى بينهن، مثالاً للبنت التي تفرح قلب أمها، كما كانت تقول أمينة دوماً. كانت رغد متفوقة في دراستها، محبوبة من أساتذتها، تحلم أن تصبح صحفية. كانت تحب أن تكتب، تحتفظ بدفتر خاص تدون فيه يومياتها، خواطرها وأسئلتها الكثيرة عن الحياة. في ذلك العام حصلت على منحة لدخول كلية الإعلام في الجامعة القريبة، وكانت أمها قد فرشت غرفتها الصغيرة بمكتب خشبي صنعه والدها خصيصاً لها. في أحد الأيام، وبينما كانت تتصفح هاتفها بعد الانتهاء من واجباتها، ظهر لها طلب صداقة من شاب اسمه كريم يوسف. كانت حساباته مليئة بالصور الأنيقة، اقتباسات رومانسية ومقاطع موسيقية حالمة. لم ترد عليه في البداية، لكن بعد أيام بعث لها رسالة مهذبة: السلام عليكم، آسف على الإزعاج، لكن أتابع منشوراتك وأعجبت بشخصيتك وأسلوبك. شرفتني صداقتك إن قبلتِ. ترددت رغد ثم قبلت. الصداق تن. مرت أيام لم يكلمها، ثم كتب لها ذات مساء: أعذريني، لم أرد أن أبدو لاحوحاً، لكن هل يمكنني الحديث معك كأصدقاء؟ فقط أصدقاء. ومن هنا بدأ الحوار بينهم. كريم كان لبقاً، يعرف كيف يختار كلماته، وكان حديثه معها عن الكتب، عن أحلامها، عن الإعلام، عن الصحافة، حتى صار جزءاً من يومها. كانت ترسل له مقاطع صوتية وهي تضحك، تحكي له عن صديقاتها، عن يومها، حتى عن والدتها التي بدأت تلاحظ أن رغد لم تعد تجلس كثيراً معهم في الصالة. قالت لها أمها ذات يوم: رغد، ما بك؟ لم تعودي تضحكين معنا كالسابق. أجابت وهي تتهرب بعينيها: أدرس يا أمي، فقط مشغولة. لم تكن تعلم أن رغد بدأت تبني عالماً موازياً في هاتفها، عالماً جميلاً في ظاهره مخيفاً في باطنه. ذات ليلة قال لها كريم: أنا بدأت أشعر بشيء تجاهك، أنت مختلفة، ناضجة، غير باقي البنات. ردت عليه رغد وقد ارتبك صوتها: كريم، نحن فقط أصدقاء. وضحك وقال: أصدقاء؟ من يتحدث معك لأشهر وهو يسمع دقات قلبه في كل رسالة؟ لا تكذبي على نفسك. ولأول مرة
رغد شعرت أن ما يربطها به ليس عادياً. كانت كل صباح تنتظر رسالته، كل مساء تسجل له مقطعاً صوتياً قبل النوم يخبرها فيه أنه يتمنى أن يراها. حتى جاء اليوم الذي قال فيه: أريد أن أراك ولو ل5 دقائق، أوعدك لن ألمسك، فقط أريد أن أرى تلك العيون التي تعلقت بها. رفضت في البداية، لكنه ضغط عليها بوعود الزواج، بالخوف من خسارته، بحب لم تعشه من قبل، فوافقت. التقيا في مقهى بعيد عن المدينة، جلسا، لم تتكلم كثيراً. كانت خائفة، لكنه كان محترماً، مهذباً، صامتاً أكثر الوقت. ثم غادرت. مرت أيام، صار اللقاء يتكرر، وكريم يتقدم خطوة بعد خطوة. بدأ يلمس يدها، يقف قريباً منها، يتحدث بصوت خافت قرب أذنها. وفي كل مرة كانت تضعف، كانت تقول لنفسها: سيخطبني قريباً، هو يحبني، أنا لست كغيري. ثم جاء ذلك اليوم، قال لها: تعالي تقي في شقتي فقط لأريك شيئاً اشتريته لك بمناسبة مرور 6 أشهر على علاقتنا. ترددت، قاومت، بكت، لكنه قال: إن لم تأتي سأفهم أنك لا تثقين بي وأنك لا تحبينني حقاً. فذهبت. في تلك اللحظة وقفت أمام باب الشقة تتردد، قلبها يصرخ: لا تدخلي، لكنها دخلت. بعد أن دخلت رغد الشقة كان قلبها ينبض بسرعة غير طبيعية، تتنفس بصعوبة وتحاول أن تطمئن نفسها. هو يحبني، كل شيء سيكون على ما يرام. لكن مع كل خطوة كانت تقترب من الباب المفتوح، كان صوت داخلي في قلبها يصرخ: لا تذهبي. دخلت في النهاية، ووجدت كريم يقف عند الباب مبتسما بحلاوة. كانت الشقة مرتبة بشكل أنيق، وعلى الطاولة كانت هناك شموع مضاءة وزهور عطرة. قال لها وهو يبتسم: هل أتيت؟ لقد انتظرتك كثيرا. اجلسي، لا تخافي، لن يؤذيك أحد هنا. ترددت رغد قليلا، ولكنها استجابت وجلست على الأريكة التي كانت أمامها. كان الغرفة هادئة، وفي الخلفية كان يسمع صوت موسيقى هادئة تنساب في الأجواء. كان جواً رومانسياً للغاية، وكان كريم يتحدث إليها بحنان ويحاول أن يزيل كل شكوكها في قلبها. مر الوقت سريعاً، وكلما تحدثا زادت رغد في الاقتراب منه بشكل غير واع. بعد ساعة كان الجو قد أصبح أكثر حميمية. شعر كريم بأن الوقت قد حان لتحقيق هدفه. بدأ يقرب نفسه منها أكثر ويحاول أن يلمس يدها. قالت له وقد بدا عليها الارتباك: كريم، لا أعتقد أننا يجب أن نفعل هذا. لكن رده جاء أسرع من لحظات ترددها: لا تقلقي، سنظل دائما على وفاق. هذا هو ما تريده كل فتاة، أليس كذلك؟ أنا أحبك ورغد، أنت تعني لي الكثير. وتسللت تلك الكلمات إلى قلبها، فشعرت أن كل شيء حولها يتغير. في تلك اللحظة لم يعد بإمكانها أن تقاوم رغباتها. اندفعت تلك المشاعر الهائجة في قلبها، وكأنها تبتلعها كلها، غير مدركة لما سيترتب عليه هذا القرار المتهور. مرت الأيام، وشعرت رغد أن حياتها قد تغيرت. تلك اللحظات التي عاشتها مع كريم كانت أشبه بحلم جميل، ولكن كابوساً كان يلوح في الأفق. بدأت تشعر بتغييرات في جسدها، علامات لا يمكن إخفاؤها. كانت تشعر بالغثيان صباحاً، وتتقيأ في كثير من الأحيان. ظنت في البداية أنها مجرد تعب، لكن مع مرور الوقت بدأت الشكوك تتسلل إليها. في أحد الأيام، بينما كانت جالسة في غرفتها، دخلت والدتها لتسألها عن أحوالها. قالت رغد بتوتر: أمي، لدي شيء أريد أن أخبرك به، لكنني خائفة. أمها نظرت إليها بعينين حائرتين، وقالت بهدوء: ما الأمر يا حبيبتي؟ تحدثي، لا تخافي. ثم نظرت رغد إلى يدها وهي ترتجف، وقالت بصوت منخفض: أمي، أنا حامل. تجمدت أمها في مكانها. كانت الكلمات كالصاعقة على قلبها. لم تستطع أن تنطق بأي شيء في البداية، وأخذت رغد تبكي بحرقة. قضت الأيام التالية في حالة من الذهول،
بينما كانت رغد تزداد خوفاً، كان عليها أن تواجه الحقيقة وتواجه والدها الذي كان يعمل في ورشة النجارة. كان والدها يعاني من الكثير من المشاكل الصحية، وكان يعمل جاهداً من أجل تأمين احتياجات الأسرة. ذات يوم، قررت رغد أن تواجه كريم بكل شيء. اتصلت به، وكانت أيديها ترتجف من القلق. قال لها كريم بهدوء غريب: لا داعي للقلق، سنجد حلاً لهذه المشكلة. يجب أن تجهضي الجنين لكي لا تفضحي أمام الجميع. أصابتها تلك الكلمات بصاعقة من الألم. كيف يفكر هكذا؟ أليس هو المسؤول عن هذا كله؟ بدأت تلك المشاعر تتسلل إلى قلبها، لكنها قررت ألا تترك نفسها تتلاشى في وحل العار. قررت أن تذهب إلى الشرطة وتعلن كل شيء. قامت بتقديم البلاغ عن كريم، وتوصلت الشرطة إلى أنه استخدم اسماً مزيفاً. معها تزايد، وبعد شهور من البحث تم القبض عليه. وبينما كان يواجه التحقيقات، اكتشفت رغد المفاجأة الكبرى: إنه متزوج ولديه 4 أطفال. كانت تلك اللحظة التي وقفت فيها الدنيا أمام عينيها، فقد خانها بكل هذه الطريقة وتركها وحيدة في محنتها. لكن الأكثر ألماً هو ما حدث بعد ذلك، عندما عرض عليها من داخل السجن أن تنكر ما حدث وأن تقوله للمحكمة كذباً. وقال لها: إذا أنكرت سأخرج من السجن وأتزوجك. رفضت بشدة. قالت في نفسها: لا، لن أسمح له أن يتحكم في حياتي مرة أخرى. سأثبت الحقيقة مهما كان الثمن. لكن رغد لم تكن تعلم أن الألم لا يتوقف هنا. بعدما انقضت الأيام وعادت إلى منزلها، كان الجميع قد تغير. نظرات والدها كانت مليئة بالحزن، وعيناه غارقتان في الهموم. أما أمها فقد أصبحت تتهذى بالكلمات ولا تستطيع أن تحمل نفسها. ومع مرور الأيام بدأت رغد تغلق على نفسها في غرفتها. كانت تبكي كل يوم، تشعر بأن الحياة قد سرقت منها، وأن كل شيء تكلفها ثمناً باهظاً لا يمكن أن تدفعه. ثم جاءت لحظة الولادة. كان الجنين الذي حملته في أحشائها قد نما وأصبح جزءاً منها، وأسمته آدم. كانت تراه بداية جديدة في حياتها. على الرغم من كل الألم والمعاناة، قررت أن تواصل حياتها رغم كل شيء. مرت الأشهر ببطء. كان الألم يزداد في قلب رغد، لكنه أصبح جزءاً من حياتها. الحياة التي أصبحت الآن عبارة عن كابوس طويل يتخلله بعض اللحظات القليلة من الأمل. ولكن رغم كل ما مرت به، كانت تضع نصب عينيها هدفاً واحداً: أن تعيش وأن تكون قدوة لغيرها. كان ابنها آدم الذي أسمته بهذا الاسم على أمل أن يكون بداية جديدة لها، مصدر قوتها الوحيد. كانت كل لحظة تراها عينيه تشعر بأنها قد أعطيت فرصة جديدة لحياة أفضل. حتى لو كانت الحياة مليئة بالذكريات المؤلمة، فإن آدم كان يمحو كل شيء أمامه بابتسامته الصغيرة ونظراته البريئة. في الأيام التي تلت ولادتها، كانت رغد تجد الراحة الوحيدة في غرفتها الصغيرة التي تطل على الحديقة. كانت تجلس هناك لساعات، تراقب الناس من بعيد وتفكر في حياتها. وفي لحظة من اللحظات قررت أنها لن تبقى أسيرة في هذا السجن الذي وضعها فيه كريم، بل قررت أن تغير حياتها بالكامل. كانت رغد قد بدأت في كتابة قصتها، تكتب كل شيء: الحزن، الندم، الألم والخيانة. كانت تكتب لأنها شعرت أن الكتابة هي الطريقة الوحيدة للتخفيف عن نفسها ولتنقية قلبها الذي كان مليئاً بالذكريات المؤلمة. في البداية كانت تكتب من أجل نفسها فقط، ولكن مع مرور الوقت بدأت تدرك أن هناك العديد من الفتيات اللواتي يعانين من نفس الألم. ربما تكون قصتها هي ما يحتاجونه ليصحوا من غفلتهم، والتي قررت رغد أن تشارك قصتها مع الجميع، أن تكتب مقالاً عبر الإنترنت يروي تجربتها بالكامل، وأن تشارك الناس في قصتها التي بدأت بالكذب والخداع وانتهت بالتوبة والنجاة. ولكن الأهم من ذلك، قررت أن تكتب وصيه لكل فتاة مرت بنفس تجربتي. كتبت فيها: أريد أن أقول لكل فتاة لا تزال في دائرة شك: هناك أمل. مهما كانت الظلمة التي تمرين بها، هناك نور في النهاية. لا تفقدي الأمل في نفسك،
لأن الله دائما معك، لا تسمحي لأحد أن يسلب منك حياتك. قد تظنين أن الخطأ قد دمر كل شيء، لكن أقول لك حتى مع الأخطاء هناك فرصة للتغيير. وفي يوم من الأيام قرأ والدها قصتها، ومن هنا كانت نظرات أهلها قد بدأت تتغير. كان والدها الحاج صالح يظل يتابعها بصمت، لكنه بدأ يرى في عينيها شيئا جديدا. بدأ يشعر بأنه يستعيد ابنته التي فقدها بسبب تلك الفتاة الضعيفة التي كانت تتخبط في مشاعرها. أما والدتها فكانت أكثر الأمهات صمتا، لكن يوما بعد يوم بدأت تأخذ رغد بين يديها وتقول لها: أنا فخورة بك يا حبيبتي، رغم كل شيء أنت الأقوى. كانت الأم في البداية تهذي وتخشى من نظرات الناس، لكنها مع مرور الوقت بدأت تتعافى هي الأخرى. تعلمت أن ابنتها قد تخطت كل الألم، وأنها لن تظل أسيرة الماضي. في يوم من الأيام قالت رغد لأمها وهي تحمل آدم بين ذراعيها: أمي، أنقذتني رحمتك. لقد كنت النور في حياتي، وأنقذتيني من السجن الذي كنت أعيشه. لو لم تكوني هناك لما استطعت أن أخرج. كان كل شيء حولها يتغير، لكن أكبر تغيير كان في داخلها. كانت أصبحت أقوى، وأصبحت تعرف أن الحياة لا تتوقف عند الفشل. الحياة تبدأ بعده إذا قررنا أن نختار الطريق الصحيح. لكن رغم القوة التي كانت تظهر على رغد، كانت لا تزال تخاف. الخوف من المستقبل، الخوف من المجتمع الذي قد لا يقبلها بسبب الماضي. كانت تشعر بأنها ستظل دائما في دائرة الاتهام حتى لو تاب الله عليها. وفي إحدى المرات خلال حديث طويل مع صديقتها المقربة فاطمة، قالت لها: أنا أخاف أن يظل الناس ينظرون لي بنظرة مختلفة، أخاف أن ينكرني الجميع. قالت فاطمة مبتسمة: لكن هذا لا يعني أنك لم تتغيري. لقد أظهرت قوة كبيرة يا رغد، وكثير من الناس سيشعرون أنك خضلتِ ثم نهضتِ، لأنك أكثر من مجرد ماضيك. استمرت رغد في تذكير نفسها دائما بهذا الكلام، وأخذت خطواتها نحو بناء حياة جديدة. كانت تقابل الناس بابتسامة، وتجيب عن أسئلتهم بابتسامة أيضا، ولكن في قلبها كانت هناك دائما نار خافتة تضيء طريقها. بعد أشهر من العزلة بدأت رغد تخرج وتشارك ناسا، وأصبحت تحدث مع فتيات بدأت توعية عن تجربة التي مرت بها في حياتها. وهنا كانت القصة قد وصلت للنهاية، ولكن بداية جديدة قد بدأت مع رغد. وهذه القصة ليست لطلب الرحمة أو العطف أو الشفقة، ولكن لأنني أريد من كل فتاة أن تعلم أن الحياة لا تكتمل إلا بالتوبة، وأن الله لا يغفر إلا لمن تاب إليه. وإنني أريد أن أنصح كل فتيات: لا تسمحوا لأي حب زايف يحطم حياتكم، يسلب كرامتكم. انتبهي على سمعتك وسمعة أهلك. ومن هنا خرجت رغد من الظلام إلى النور. إذا كانت هذه القصة قد لمست قلبك، إذا كنت تعيشين في الظلام وتحتاجين إلى نور، أرجو أن تشتركي في القناة وتشاركي الفيديو مع كل من تعتقدين أنها بحاجة إلى هذه الرسالة. لا تنسي أن تكتبي رأيك في التعليقات. هل مررت بتجربة مشابهة؟ كيف تخطيت محنتك؟ نحن هنا معا لندعم بعضنا البعض. لا تتركي الألم يحدد مصيرك. ابدأي من الآن وكوني أنت بطلة قصتك. نلتقي في حكاية وقصة قادمة من حكايات ليان، قصص متنوعة.